ذلك الحين تربية ابنته الوحيد. فشهيد واقعتنا أشرف السعيد عبد الحميد رجل كان يبلغ من العمر قرابة 48 عاما، يعمل فن صيانة، معروف بحسن سمعته وخلقه، أب يرعى نجلته ويحسن معاملتها، غدوه ورواحه من منزله لمحل عمله لتوفير حياة كريمة لها، أكرمه وجعلها في معيته لتدركه في الكبر وتنال ببره خير الجزاء. هذا كان ظنه فيها، هذا ظن أي أب. أما ابنته فلم تكن تدرك أيا من هذه المعاني، لم تكن تدرك أن وجود والدها بجوارها هو حسنة لها في الدارين، يدعو لها فتسعد في الدنيا وتنال بره فتسعد في الآخرة. تعاملت مع هذا الإحسان وتلك الرعاية على أنه أمر مفترض ولم تبالي به، فإنه حين اقترحت عليه شقيقته أن يتزوج يجد من يرعى نجلته ويلبي لهم احتياجاتهما، نشبت خلافات بينهما برفضها زواجه، وصادرت على حق شرعه الله تعالى له. وعقب ذلك تقدم المتهم الماثل لخطبة ابنة المجني عليه الذي وافق بعد محاولات عديدة من نجلته لإقناعه، إلا أنه كان حاسما مع المتهم يضع حدودا لزياراته ولم يسمح بخلوة بينهما، كما رفض زواجهما قبل إكمال ابنته السن القانوني. إلا أنه كان حاسما مع المتهم يضع حدودا لزياراته ولم يسمح بخلوة بينهما، كما رفض زواجهما قبل إتمام ابنته السن القانوني، وهو ما أثار حفيظتها. ما أثار حفيظتها هو رفضه زواجها قبل أن تتم السن القانوني، فصار حزم أبيها غلظة وشدة، وصار المنع عنها شحا وخطورا، فكان جزاؤه منها أنها خططت وحرضت وساعدت المتهم الماثل على قتل أبيها. فذلك الأب المكلوم لم يكن يعلم بأن هناك عين ترصده ويد تبغي البطش به وقلب ينوي النيل منه، مات غدرا على يد المتهم الماثل الاشتراك مع ابنة المجني عليه التي لم يشملها أمر الإحالة لكونها وقت ارتكاب الواقعة لم تبلغ 15 عاما ببضعة أشهر وفقا للمادة 122/2 من القانون 12 لسنة 96. هذا إن كانت واقعتنا هذه تشكل أول جريمة عرفتها الإنسانية، إلا أن غابر الزمن قد حمل من القسوة والغلظة في قلوب البشر واقشعرت له أبدانا، فمتهمين ليس من همسهم الشيطان بارتكاب جرمهم، بل إن الشيطان قد كان مستبطنا المتهمان فخالط اللحم منهما والعصب والأعضاء والأطراف. فقد اتفق المتهم وابنة المجني عليه على قتله منذ أكثر من شهر على ارتكاب الواقع، ووضع مخططهما لقتله، فأخذا يفكران في هدوء وروية، وعقد عزما على الخلاص منه، وأعد لهذا الغرض سكين وملايات بيضاء، ولم يبقى من بنود مخططهم سوى اختيار الميقات. وفي يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر يناير الماضي، بعد أن سلمت ابنة المجني عليه المتهمة الثانية السكين والملاءات للمتهم الأول، هدف المجني عليه ليقابله بموقف دراجته زاعما وجود عطل بها وأنه يحتاج مساعدته في إصلاحها. وما أن وصل المجني عليه وأما بمساعدته لم يفكر المتهم، بل كان قاطعا أمره عازما على تنفيذ جرمه، مستغلا اطمئنان المجني عليه وثقته به أنه لا يشك في سوء نيته أو فساد أخلاقه. استل المتهم السكين التي خصصها للقتل متحينا انشغال المجني عليه في فحص دراجته النارية، وباغته من الخلف بطعنة استقرت برقبته فسقط أيضا مدرجا بدماء. وقد تخلى المتهم عن كافة القيم الإنسانية وتمكن منه الشيطان. المجني عليه ينازع الموت وتصارع ضربات قلبه بين يدي المتهم الآثمتين حين فاجأه غدره وخسة أفعاله، يستنجد مستغيثا ولسان حاله يقول: أهذا جزائي؟ أهذا جزائي ممن أحسنت إليه؟ أيقتلني وقد استأمنته على ابنتي؟ فلما غدر بي؟ وقاطع المتهم خواطره في تلك اللحظات حين انهال عليه طعنا برقبته وجسده وكتم أنفاسه حتى فاضت روحه إلى بارئها شاكية ما كان من فعل المتهم الضاري وقدره به.
وقد أتاه من حيث استأمنه، ثم استكمل المتهم جرمه بكل دناءة وانحطاط، وقام بلف جسده بالملاءات وأخفاه عن المرء، ثم التقى بابنة المجني عليه المتهمة الثانية وأخبرها بإتمام القتل، ثم صدر في غيه وضلاله وعاد لمكان وجود الجثمان، ووضعه في جوال بلاستيكي كبير بداخل دراجته، وتوجه به إلى مجرى مائي منعزل وألقى به في الماء، كما ألقى أداة الجريمة السكين والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه في المياه، كما جاء باعترافه بالتحقيقات وأمام عدلكم في الجلسة الماضية. وانطلق بدم بارد ليكمل عمله، وكأنه لا يشعر بهول ذنبه ولا يؤرقه ضميره على فعله. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إرضاء لنفسه العصية، فباع الدين بالدنيا مساقا وراء شهوات نفسه، فتتمكن جهات البحث من ضبطه فيقر بفعله، فسقناه لساحة عدلهم لينال جزاء ما اقترفته يداه. ارتكب المتهم جريمته وهو لا يعلم أن زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. هكذا كان حديث أشرف الخلق لبيان حرمة القتل، هكذا أوضح لنا قيمة النفس البشرية وقدرها، هكذا ينبغي أن تكون قيمتها عند البشر حتى تطمئن النفوس وتحيا حياة هنية. السيد الرئيس هيئة المحكمة الموقرة، وبعد عرض وقائع القضية وقبل الخوض في إقامة الدليل، وجب علينا أن نعرض لماذا أحالت النيابة العامة المتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. حديث: تعلم النيابة العامة أنه لا يخفى على شريف علم المحكمة، ولكن وجب بيانه، فالقتل هو اعتداء على حياة الغير يترتب عليه وفاته، وبذلك يفترض توافر ركن مادي قوام فعل الاعتداء على الحياة وفاة المبني عليه، وهي النتيجة، وعلاقة السببية وهي ارتباط الفعل بالنتيجة. وعن القصد، فالقتل العمدي يتميز بنية خاصة وهي انتواء القتل وإزهاق الروح، وهذا القصد أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوة والأمارات والمظاهر الخارجية عليه. متابعينا القضية فتاة وخطيبها قام بالتخلص من الأب اللي يخلو لهم أي وضع يرتبطان قبل السن القانوني، وقام بالتخلص به ولم يهوي إحدى المصادر. كما أن سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في هدوء وروية. وعن الترصد فقد عرفه المشرع بأنه تربص الإنسان لشخص في جهة وجهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أم قصيرة، يتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه. وهذا يعني أن جوهر الترصد هو التربص والمفاجأة، ولا يشترط في ذلك المكان أن يكون ملكا للجاني أو المجني عليه، ولا عبرة بمدة الترصد طالت أم قصرت. وعلة تشديد المشرع للترصد هنا لاعتبارين: أولهم أنه يسهل للجاني تنفيذ جريمته، والثاني والأهم في وجهة نظري وهو دلالته على خطورة شخصية الجاني، إذ هو يتخير الظروف الملائمة لتنفيذ جريمته ثم هو يجبن عن مواجهة غريمه ويطعنه من الخلف في خسة ودناءة. وقد نطقت الأوراق وما حوته أمام عدلكم أن المتهم حقق أركان ظرفي سبق الإصرار والترصد بكافة عناصرهما، فقد أراد الله أن يرد كيد الظالمين وكفانا شر العناء. فقد نطق لسان المتهم بعد أن أعيته أفعاله بالحق، فتنوعت الأدلة في دعوانا بين أدلة قولية ومادية وفنية، وقد تساندت هذه الأدلة وتكاملت وصارت في ركاب منتظم كالبنيان المرصوص يشد بعضها بعضا. وعماد هذه الأدلة هو اعتراف المتهم الذي توفرت فيه كل شروط صحة الاعتراف، فقد كان اعترافا محددا وواضحا صادرا عن إرادة حرة لا إكراه فيه، وقد جاء نصا في اعتراف المتهم لجريمته، إذا اعترف وفصل القول بالتحقيقات وأقر أنه اتفق مع ابنة المجني عليه على قتل والدها، قائلا: من حوالي شهر كنت بتكلم أنا ومنة واتفقنا أننا نخلص منه ونموته. اتفق معها على استدراجه قائلا: احنا اتفقنا هبعت له على الجراج عندي اضربه بالسكين ونخلص منه وارميه في البحر، وان هعدي على منة في بيتها اخد منها السكينه والملايات.
وهاتف المجني عليه بمساعدته في إصلاح دراجته، وما أن وصل حتى باغته من الخلف بطعنة استقرت برقبته فسقط أرضا مدرجا بدمائه، قائلا كما جاء باعترافي بالتحقيقات: أيوه أنا استنيته نص ساعة وكنت مبيت النية والعزيمة إني أول ما أشوفه ويديني ظهره وهضربه بالسكين، وده اللي حصل فعلا. صرخ المجني عليه مستغيثا فانهال عليه المتهم طعنا برقبته وجسده، وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، ولف جسده بالملاءات وأخفاه عن الأعين، وألقاه بمجرى مائي منعزل حيث عثر عليه قائلا: ولفيته بالملايات وحطيته في شوال أخضر كبير وقعدت أدور على مكان أرميه فيه، وبالليل شلته في التوك توك ورميته في البحر. ارتكب المتهم ذلك الفعل لا لشيء إلا لتنفيذ خطته الإجرامية لما فاض به صدره من غيظ مفترى وعقل احتنكه شيطانه وهوى زائف، رغبة في إتمام زواجه من المتهمة في أسرع وقت، فلقد كانت لشهواته وشيطانه الغلبة في أفعاله. وأما عن ابنة المجني عليه وهي المتهمة الثانية التي لم يشملها أمر الإحالة لعدم بلوغ السن القانوني، فقد أقرت بقيامها بتحريض المتهم على قتل والدها، فجاء على لسانها بالتحقيقات: إحنا لازم نخلص منه والراجل ده لازم يموت. وعن الاتفاق المسبق مع المتهم فقد أقرت بأنهما اتفقا على قتله بإحدى طريقين: بإعطائه منوم ثم خنقه، أو باستدراجه وقتله بغتة كما فعل المتهم. وعن مساعدتها له على تنفيذ جريمته فقد أمدته بأداة الجريمة سلاح أبيض سكين وملاءات ليتمكن من تنفيذ جريمته كما خطط لها وكما جاء بتحقيقات النيابة العامة. كما أنه عند سؤالها عن علمها بمكان تواجد والده خلال فترة تغيبه أجابت: أنا كنت عارفة أن محمد اتخلص منه ورماه في البحر. هل تلك الطفلة عذرا؟ هل تلك المجرمة من أهله؟ والله إنها عمل غير صالح. قال تعالى: ثم قست بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صدق الله العظيم. لقد أقر المتهم بفعاله ثم قام بمحاكاة جريمته في معاينة تصويرية تؤكد صحة ما أقر به من جرم خسيس هذا. وقد قام الدليل أيضا قبل المتهم أخذا بما ثبت بشهادة الشهود، والذين وإن كانوا لم يشهدوا دقائق ارتكاب الجريمة محل التدليل فقد وقفوا بما شاهدوا به من أعمال تحضيرية وأعمال التخلص من مسار الجثمان. وقد شهد الشاهد الأول في الدعوة وهو عبد الحميد السيد عبد الحميد ابن عم المجني عليه، والذي شهد أنه على إثر تغيب ابن عمه وقيام أشقائه بعمل بلاغ مركز الشرطة ورد إليه اتصال هاتفي من مجهول وهو المتهم مفاده وجود جثمان المجني عليه بطرف بحر الشوامي دائرة مركز بلهاس، وأنه قد تعرف على الجثمان بنفس الملابس التي شاهد به المجني عليه قبل تغيبه، وأنه قبيل الواقعة أبصر المتهم أمام منزل المجني عليه مستقلا ضرابته، وقامت نجلة المجني عليه المتهمة بإعطائه كيس بلاستيكي أسود اللون، كما أنه أبصر وجود بقعة دماء على الدراجة النارية الخاصة بالمتهم يوم العثور على الجثمان، واتهم كل من المتهم وابنة المجني عليه بقتله. كما شهد كل من السعيد عبد الحميد حسن والد المجني عليه ومحمد السعيد عبد الحميد وأمل السعيد عبد الحميد أشقاء المجني عليه بذات مضمون ما شهد به الشاهد الأول، بالإضافة لتعرف الشاهدة الرابعة شقيقة المجني عليه على حرز الملاءات المربوطة وشهدت أنها خاصة بمنزل المجني عليه. اتهموا جميعا المتهم ونجلة المجني عليه بقتله، كما شهد النقيب محمد صادق معاون مباحث شرطة مركز بلهاس وورود بلاغ من الأهالي وجود جثمان ملقى بطرف بحر الشوامي فانتقل لمكان الواقعة، وبالوصول أبصر المتوفي إلى رحمة مولاه جثة هامدة وبه آثار جروح وملفوف بملاءات بيضاء من القماش. كما أكدت التحريات التي أجراها المقدم محمد البنا رئيس مباحث مركز شرطة بلهاس أن تحرياته السرية وصلت إلى صحة الواقعة من قيام المتهم منى أشرف السعيد بالاتفاق مع المتهم على قتل والدها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر خلافات بينها وبين المجني عليه متمثلة في رغبتها في إنهاء إجراءات زواجها في أسرع وقت ورفض المجني عليه بذلك الأمر. زادت من حدة تلك الخلافات
عندما أعلن المجني عليه رغبته في الزواج الوطني. هذا عن الأدلة الفنية في الدعوة، فقد ثبت من تقرير قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية أنه بفحص حرز الهاتف المحمول والمربوط حوزة المتهم تبين وجود محادثات كتابية تخللها صور جنسية بينه وبين المجني عليها. من تلك المحادثات على سبيل المثال للحصر قول ابنة المجني عليه: الراجل ده لازم يموت، يرد المتهم 20 يوم بس وهموتهولك. ترد ابنة المجني عليه: ترد ابنة المجني عليه 20 يوم بس وهموتهولك. والله نفسي يموت، والله هنرتاح قوي يا محمد. يرد: هو كده كده هيموت يوم الجمعة، خلاص أنا لو هعمل إيه؟ لازم أموته على آخر الشهر. بتسأل ابنة المجني عليه في حديث آخر: طب أنت عملت إيه وأنت بترميه؟ يرد: مفيش، وديته في حتة عند الشوامي وقمت جاي فاكك الشوال ورميه وطلعت أجري. ترد المتهمة: الحمد لله ربنا يسترها. والله لو علم ذلك الأب مقدار ما تكن له المتهم من كره وغيظ مفترى لحدث نفسه متسائلا: لما تمنيت موتي، ولما حرضت على قتلي، ولما تعجلت قدرا سيأتيني، أتعبها أمره حيا، فهل وجدت النعيم بعده؟ وعن الدليل الفني الجازم الذي لا عوار فيه وهو تقرير الطب الشرعي، وقد ثبت أنه بفحص وتشريح جثمان المجني عليه أشرف السعيد عبد الحميد وجود جرحين طعنيين واقعين بيمين العنق شاملين لجميع طبقات الجلد والأنسجة الرخوة مقابلهما، بالإضافة لوجود جرح طعني نافذ غير نافذ في مقدمة الصدر، وجرح قطعي واقع بيسار الوجه، وجروح مستوية الحواف حوافها محمرة اللون ومتباعدة عن بعضها واقعة باليد اليمنى، وهي على نمط وغرار الجروح التي تنشأ عند محاولة المجني عليه درء تعدي عنفي عليه باستخدام أداة صلبة. وتعزي وفاة المجني عليه إلى إصابته الطعنيتين الحيويتين الواقعتين بالعنق لما نجم عنهم من قطع بالأوعية الدموية بالعنق والمريء والقصبة الهوائية، مما أدى إلى نزيف دموي حاد وهبوط حاد بالدورة الدموية. والواقعة في مجملها جائزة الحدوث وفق المتصور الوارد بالأوراق ومن مثل الأداة المقال عنها وفي تاريخ المعاصر للتاريخ المعطى للواقعة. السيد الرئيس هيئة المحكمة الموقرة، تلك كانت وقائع قضيتنا اليوم، وتلك كانت أحداثها وأدلتنا التي شاء رب العباد كشفها لنا. فإن عماد عمل النيابة العامة في الأساس هو الوصول إلى الحقيقة، فلا يستقيم عدل بغير ذلك. وإن الحقيقة اليوم لتئن من فعل ذلك المتهم، وإنا قد وضعنا الاتهام أمانة بين أيديكم أودعناه في أيدي أمينة يعرف أصحابها الأمانة وكيف يؤدونها خير أداء. إننا كلنا ثقة في قضائكم، فأنتم خلفاء الله في الأرض، فلا تأخذكم بالمتهم شفقة ولا رحمة، فما اقترفه المتهم من جرم يرقى لمرتبة العنصر الاجتماعي الفاسد الذي لا يصلح بنيان المجتمع إلا باستئصاله. فشيدوا بحكمكم سدا منيعا أمام كل مجرم مريض، حتى إذا ما هم بجرمه تذكر أنه لن يفلت من العقاب. السيد الرئيس هيئة المحكمة الموقرة، مواقع الأمانة التي طوق بها أعماقنا، ولهول ما شكلته تلك الجريمة الشنعاء من اعتداء صاد على قيم مجتمعنا المصري وقيم البر والإحسان إلى الآباء، فهذا النشء الفاسد لم يعرف للوالدين حقوقا ولا للأخلاق سبيلا ولا للحياء طريقا، ليس له إلا شهوات يتبعها ورغبات يسعى لتحقيقها حتى وإن خالفت الشرع وعارضت الفضيلة. من أجل هذا فإننا نطالبكم عدلا في حكمكم وحقا في قضائكم، نطالبكم باسم المجتمع كله بتوقيع أقصى عقوبة على هذا المتهم، وهي الإعدام شنقا، امتثالا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. تشفى صدور قوم مؤمنين
وليأمن كل إنسان على روحه وماله، ويزجر كل من حدثته نفسه بأن يقتضي بالمتهم أو ينهج نهج، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وليعلم الكافة أن كذلك نفعل بالظالمين. ولنا قبل الختام وقفة لازمة نناشد فيها النيابة العامة الأبناء التحلي بنقي الخلق والطباع في البر والإحسان إلى الآباء. نناشدكم ألا تنخدعوا بمكر الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وألا تنساقوا وراء شهوات النفس فإنها أمارة بالسوء. وإلى الآباء والأمهات احسنوا إلى أبنائكم وعلموهم، فالجهل مصيبة الدنيا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإن الخصوم إذا طورتها اعتدلت، ولا يسع النيابة العامة أخيرا إلا أن تشكر حياتكم الموقرة على ساعة صبرها وطيب سماعها. كتاب حق الإعلام بالحقوق المدنية. نعم. الإعلام بالمسؤول عن الحقوق المدنية. يعني حاجة لا تفخر بسم الله العالم بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس، ومن احياها كانما احيا الناس جميعا. مولى عز وجل عظم قتل النفس وجعل بقتل الناس جميعا لقتلها بغير حق. طالما قتلت بغير حق فسواها المولى عز وجل كنفس واحده بقتل الناس جميعا. ومن احياها فقد احيا جميعا. نحن امام جريمه ملئت بالغدر والخيانه من ابنه وخطيبها لابيه، تربصوا بيتوا النيه على قتله. وانا مش هقيد في الوقائع لان سيد الاستاذ المشرف وكيل النائب العام يعني اسرد الوقائع بصوره يعني لا نحتاج الى اعادتها، ولا نحتاج ان احنا نضيع وقت فيه ونقولها في الآلة كامله من سيادته ووضحت امام عداله المحكمه. بس انا هبين حاجه واحده بس حضراتكم بالنسبه لسبق الاصرار. سبق الاصرار في صف 39 سئل المتهم: وهل شعرت باي تردد قبل ارتكابك ذاك الواقع؟ سبب 39 لا انا كنت مبيت النيه والعزيمه. ده هنا بقى يعني حضراتكم انصر سبق الاصرار والتوسل المتوافر الاوراق. انا كنت مبيت النيه والعزيمه من اول ما اشوفه ويديني ظهره هضربه. يبقى هنا حضراتكم الاصرار الاصرار والعمد متوافرين اركانهم من خلال الاوراق سبق الاصرار حضراتكم. هنا بقى حضراتكم حاجه واحده بالنسبه للاداه المستخدمه ومكان الوقعه ومكان الضربه اللي هي زي ما قال ان انا ضربت ضربه واحده من جهه اليمين تطابقت تماما مع تقرير الصفه التشريحيه للاصابه المتهم اللي اودت الى اودت بحياه. فاحنا امام جريمه حضراتكم لا نحتاج ان نعيد ما قاله السيد ونظام حضراتكم لا تتصرفوا بعد. ولكن على المحكمة فيديوهات مستنبطة من على وسائل السوشيال ميديا واليوتيوب لأهل وذوي المجني عليه. وأنا هسير استدفاع المتهم مع النيابة العامة الموقرة إن الركيزة الجوهرية والدعامة الأولى هو الوصول إلى الحقيقة المجردة، وهذا ما سيبني دفاع المتهم للدفع والدفوع عليه الحقيقة المجردة التي لن تخرج عن نطاق ومعالم وجموع طب الأوراق.